ماشي يا نهال، طول عمري ما بعرفش اخد منك لا حق ولا باطل. المهم عملت ايه في مقابله الزفت ده؟ نويتي على ايه؟ نويت ان انا ابعد عنه فعلا. هتقدري؟ بتغلس برضو؟ مش عارفه بصراحه لو هقدر. طبعا مش عشان الهبل اللي في دماغك، بس كنت ابتديت اقرب اخد حقي منه. كلامه لقيته لخبط الدنيا في دماغي. وقلنا خلاص بقى ننسى اللي فات ونشوف حياتنا. مش قادره انسى اللي فات، لكن اللي متاكده منه ان انا لازم اوقف كل حاجه على الاقل دلوقتي. انا ما عنديش استعداد ان انا اعرض فريده للخطر خالص. انا من اول ما شفته ما كنتش مستريح له، يعني مقطعين بعض هو ومراته. مش مقطعين بعض وبس يا باشا، ده في كلام انها كانت ناويه ترفع عليه قضيه خلع. كمان؟ لا يا باشا ده واد صايع والبت بنت ناس اغنياء، والظاهر كده جوازه منها كان نصبايا عشان يقلبها في قرشين يعني. طب وهي اكتشفت الكلام ده امتى؟ محدش عارف بالظبط سعادتك، بس كل المعلومات اللي عندنا بتقول ان بقالهم سنه في مشاكل على طول. يعني مش بعيد لما لقى نفسه هيتسوح ويطلع من المولد بلا حمص خلص منها، وخصوصا انه واد امارتي وعليه ديون كتير. سعادتك هايدي ابوها مات من 6 شهور وهي الوريثه الوحيده ليه، وبموتها حسين هيورث رقم الصغير. بس ده واد قلبه ميت قوي يا باشا، يعمل لنا حدوته السفاح دي ويقتل 2 قبل مراته عشان يتوهنا، وبعدين يرجع يعمل علينا الفيلم ده. الطمع ممكن يعمل اكتر من كده يا عصام، بس انا برضو في حاجات محيراني. خير يا باشا؟ ايه اللي محير معاليك؟ الجثث، فين الجثث؟ طب يمكن يا باشا هيستنى شويه بعد كده يطلعه، يعني عشان ما حدش يشك فيه. جايز برضو. الحاجه الاهم بقى، مين الواد اللي كلمني ده وايه علاقته بحسين؟ متهيألي يا باشا ممكن يكون شريكه. يبقى هنا في سؤال مهم، ايه المصلحه اللي هتعود على حسين من ورا مكالمه زي دي؟ ما هو ممكن يا فندم بالطريقه دي يكون عايز يشتتنا. لا، تشتتنا مش هيفيده بحاجه يا زياد، بالعكس، ما انا لسه بقول هو اللي عايز يوصلنا للجثث. عموما يا رجاله، احنا لغايه دلوقتي اللي تحت ايدينا مجرد شبهات وشكوك، وعشان نعرف نثبت عليه حاجه لازم نخليه مطمن قوي ان خطته ماشيه تمام التمام، بنراقبه من بعيد لغايه ما يغلط الغلطه اللي هتخلينا نعرف نثبت عليه التهمه. لا لا مش بس يا حبيبتي وحدي الله بلاش عياط. لا اله الا الله، انا مش عارفه لو حصل لها حاجه عايش ازاي من غيرها. لا يا شيخه فلا الله ولا فالك، ما تبقيش متشائمه كده. وبعدين ما في عيانين كتير اتنكسوا وعندهم كانسر وبعد كده خافوا وبقوا كويسين. بس الدكتور قال لها مالكيش علاج، ده حتى العلاج الكيميائي مش راضي يكرره. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ايه، تحب نسفرها بره؟ مش عارفه يا حسين. طب يا حبيبتي سيبي لنا الموضوع ده، ان شاء الله انا هحاول اشوف له صرفه ان شاء الله.